احساس انك وثقت في حد وطلع مش قد الثقة من اكتر الحاجات اللي بتوجع، مش بس عشان هو غلط، لكن عشان انتي حسيتي انك غلطت في اختيار. بتقولي لنفسك ازاي ما خدتش بالي، ازاي صدقته، انا ساذجة كده. ايه حقيقة انتي مش ساذجة، انتي انسانة وثقت، ودي مش غلطة. في الحلقة دي هنتكلم تعملي ايه بعد ما ثقتك اتحطت في مكان غلط. اول حاجة بطلي تلومي نفسك. اول رد فعل بيحصل جلد الذات، تقعدي تراجعي كل موقف وتجلدي نفسك. انا كان المفروض افهم، انا غبية اني صدقت. بس خلينا نكون واضحين، اللي خان الثقة هو الغلطان مش يوثق. انت اتصرفتي بنية كويسة وهو استغل ده. الدرس هنا مش ان انت تبقي قاسية، الدرس انك تبقي اوعى. تاني حاجة، اسمحي لنفسك تزعلي. في ناس بتحاول تتخطى بسرعة كأنها بتقول لنفسها خلاص مش فارقة، بس الحقيقة هي فارقة ووجعتك. الخذلان مش بس من الشخص ده، كمان كسر في احساسي امان. فمهم تعترفي انك زعلانة، تحسي بالمشاعر بدل ما تهربي منها. ما تضغطيش على نفسك، تبقي قوية بسرعة. التعافي محتاج وقت مش تمثيل. تالت حاجة، افصلي بين الشخص وفكرة الثقة. اخطر حاجة بتحصل بعد تجربة زي دي انك تعممي. الناس كلها كده، مفيش حد بتوثق فيه، ودي مش حقيقة، ده رد فعل من الوجع. الشخص ده هو يخذلك مش كل الناس. لو خليتي تجربة واحدة تقفلك، انت كده بتعاقبي نفسك مرتين. رابع حاجة، اسألي نفسك انا استعجلت ليه؟ مش عشان تلومي نفسك، بس عشان تفهمي نفسك. ممكن تكوني كنت محتاجة حد يسمعك، كنت وحيدة فمسكت في أول أمان، حسيتي براحة بسرعة فاديتي ثقة أكبر من اللازم. الفهم هنا مهم جدا عشان ما تكرريش نفس النمط. خامس حاجة، حطي حدود جديدة للثقة. بعد التجربة دي لازم يتغير أسلوبك شوية، مش إنك تقفلي قلبك، لكن ما تحكيش كل حاجة مرة واحدة. خلي الثقة تتبني تدريجي. راقبي أفعال قبل ما تفتحي قلبك. يعني بدل ما تدي 100% من الأول، ادي 10% وشوفي. سادس حاجة، ارجعي تثقي في نفسك الأول. أكتر حاجة بتتهز بعد الخذلان مش ثقتك في الناس، ثقتك في نفسك. تحسي إنك ما تعرفيش تختاري، مش فاهمة الناس. بس الحقيقة انتي بتتعلمي. كل تجربة حتى لو مؤلمة بتزود وعيك. فبدل ما تقولي أنا بختار غلط، قولي أنا بتعلم أختار صح. فالخلاصة، إنك تثقي في حد غلط مش نهاية العالم، ولا معناه إنك ضعيفة. معناه إنك محتاجة تعيدي توجيه ثقتك بهدوء ووعي وحدود. افتكري، المشكلة مش إنك وثقتي، المشكلة إنك ما كنتيش عارفة إمتى توقفي، ودلوقتي بقيتي عارفة. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتورة في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوا مع أصحابكم. سلام.